من النهاردة أي كورة بتتلعب بالإيد بقى لونها أحمر ومكتوب عليها الأهلي، وقولوا الحقيقة وما تكذبوش على الناس. ملوك الصلاة الحقيقيين هم الأهلي، والكوماندوز هم الأهلي، وأبطال أفريقيا للمرة التانية على التوالي وملوك أفريقيا هم النادي الأهلي. وتالت العالم اللي بيغلب برشلونة كأول فريق عربي وأفريقي هو النادي الأهلي. النهاردة النادي الأهلي بيلاعب فرق أفريقيا بتقع قدامه، أو فرق أفريقيا زي العيال الصغيرة. النهاردة نادي فلاورز النادي الأهلي بيكتسحوا 43-22، والموسم اللي فات أبطال أفريقيا اللي فات واللي فاز بيها برضه النادي الأهلي كان ساعتها كسب كينشاسا 37-27. هم دول أبطال اليد الحقيقيين. كفاية كذب على الناس، كفاية تقولوا يفط وتصدقوها، كفاية تقولوا عبارات تتحط على القنوات وتصدقوها، كفاية تحطوا يفط وتتحط على الأبواب وتصدقوها. أبطال اليد الحقيقيين هو اللي بنشوفهم بعينينا، هم اللي بيكسبوا ثالث العالم واحنا بنكون السادس. على ايه؟ على حساب فرقة بحجم برشلونة، انجاز محدش عمله. زي ما خبيتوا التاريخ وقلتوا ان فريق اليد ما بيعملش حاجة في الاهلي، وهم الفرقة الوحيدة اللي وصلت كاس عالم اندية، ولما وصلت خدت فضية. كم مرة وصل الزمالك عمره خد فضية في كاس عالم اندية؟ كفاية كذب على الناس. الحقنا يا كابتن حسين يا لبيب، الحقنا يا بتاع كرة اليد، الحقنا يا كابتن هشام نصر يا بتاع كرة اليد، رئيس النادي ونائب رئيس النادي، بتوع كرة يد، بتوع صلاة. واحنا بقينا بنرقص بالسجات وبنتغلب من الاهلي وبنطلع من دوري ابطال افريقيا بقضيه يوم الجمعه، والاهلي النهارده بياخد السبعه دوري ابطال افريقيا، بياخد السبعه النهارده النادي الاهلي بعد ما طلعنا وادانا الصابونه وزحلقنا بسلطاتنا ببابا غنوجنا بالاحمر بالاخضر بالازرق بجميع الالوان اللي عندنا. خلاص زي ما بقول بقينا ملوك السجات. خلاص الاهلي سيطر حتى على كرة اليد، يعني كرة اليد والشباب والناشئين والسيدات والاطفال والرضع في جميع البطولات بجميع المقاسات بجميع الالوان. خلاص بقينا بنتغلب يا الزمالك من ساعة ما قلنا الاولى الشوط اكبر قلعة في مصر، واحنا قلعنا وانا قلعت وقلعنا صلبوط وكلنا قلعنا وكلنا بقينا ماشيين. خلاص جالنا الهسهس وجالنا جميع الامراض وبطننا اتقلبت، وبقينا عاوزين نرجع من التصريحات البطالة ومن الادعاءات الزائفة ومن الأكاذيب اللي احنا عمالين نقولها. وتيجي تسأله قول له أكبر قلعة احنا كده، هو احنا حرين؟ احنا أحرار؟ احنا كده ماشيين عكس التيار. احنا حرين؟ احنا أحرار؟ احنا ماشيين عكس التيار. احنا حرين؟ احنا أحرار؟ احنا ماشيين عكس التيار. والنهاردة الأهلي بياخد دوري الأبطال في كرة اليد. النهارده في ناس وفي جروبات بتكتب كلام انا مش عايز اصدقه، بس فسرهولي وقول لي. بيقول لك الكابتن هشام نصر لما كان في اتحاد كرة اليد بطولات الزمالك كانت كتيرة، ناس بتلمح وبتتكلم. طبعا الكلام ده انا بقول لك انا ما صدقوش، واقول لك انه كلام مش حقيقي. بس ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ احنا اتسحبت مننا كل حاجة، حتى كرة اليد الوحيدة اللي كنا بنفوز فيها النهاردة بيتوج بيها النادي الأهلي بطل أفريقيا بعد ما غلبنا وللمرة التانية على التوالي. النهاردة النادي الأهلي هو اللي بيحقق الإنجاز العالمي بتاع إنه بيغلب برشلونة وبيكون ثالث العالم. النهاردة كل الناس
بتتكلم عن فرقة النادي الأهلي لكرة اليد، بعد ما كان فريق نادي الزمالك لكرة اليد بنتكلم عنه بس الفرق ما كانش كبير، بس احنا صنعنا زي ما بقول لك حاجات وصدقناها، صنعنا كلام وكتابات وصدقناها. ويجي واحد يشتمك ويقول لك كفايه اللي بتقوله، كفايه. اقول ايه؟ انا بتكلم في حقيقه. اطلع قول للناس ان فرقه اليد بتاعت النادي الاهلي هي الوحيده اللي خدت فضيه لما وصلت كاس عالم انديه، واحنا وصلنا كاس عالم انديه قد ايه عمرنا ما خدنا فضيه. كان اخرنا ناخد ثالث العالم، واللي هم خدوها كذا مره كان اخرها السنه دي، بس احنا عمرنا ما خدنا ثالث العالم على حساب فرقه بحجم برشلونه، لكن هم خدوا ثالث العالم على حساب فرقه بحجم برشلونه.